النهارده بقى هنعمل مع بعض الزبادي البيتي بطريقه سهله وبسيطه وكمان اقتصادي وعلى قد الايد. يعني هتجيبي كيلو لبن ب 15 جنيه اللي هو اللبن البقري، وهتعملي كل كميه الزبادي اللي انت شايفاه ده، وقوامه يكون كريمي ومظبوط. شايفين شكله عامل ازاي؟ انا بقلب الكوبايه يعني قوامه ثابت وقوامه كريمي بقى بالشكل ده. طريقته سهله وبسيطه، يلا نشوف هنعمله مع بعض ازاي. يلا بينا. اول حاجه هنعملها مع بعض، هجيب عندي كيلو من اللبن. انا جبت كيلو من اللبن البقري، انا غليته وسبته لما يبرد شويه. ده كيلو لبن بقري، هو دافي، هو مش سخن خالص، هو انا غليته وسبته يبرد خالص. وجبت علبه زبادي، اي نوع زبادي عندك. العلبه دي ب5 جنيه، يعني هتكلفي كل كميه الزبادي عندك دي 20 جنيه. يعني لتر كيلو اللبن 15 جنيه، وعلبه الزبادي ب5 جنيه. وهتعملي كل كميه الزبادي اللي انت شايفاه ده ويطلع معاكي مظبوط. وكمان هنعمله في الخلاط مع بعض. هجيب بقى الخلاط بتاعي وهفضي فيه كيلو اللبن. طبعا زي ما قلت اللبن انا غليته وسبته يبرد، هو دافي مش سخن. هفضي بقى كيلو اللبن بقى بالشكل ده، وهفضي بقى علبه الزبادي. اظن الطريقه سهله وبسيطه للزبادي، هتعمليه على طول مش هياخد منك وقت. هفضي بقى علبه الزبادي على اللبن بقى بالشكل ده. بعد كده اضربه بقى في الخلاط. عندي بقى الكوبايات بقى اللي هعمل فيها اي حجم اللي عندك يعني اللي يريحك. بعد ضربته بقى في الخلاط بقى بالشكل ده، ضربته ضربتين مع بعض. هصب بقى في الكوبايات. هي طريقته سهله بسيطه زي ما قلت، مبياخدش منك وقت، برده غير مكلف، يعني يعتبر اقتصادي. كيلو من اللبن وعلبه زبادي، وهتعملي كل كميه الزبادي ده لاولادك بطريقه سهله وبسيطه وكمان مغذي. هصب بقى كل الكميه بقى في الكوبايات بالشكل ده. ممكن تزودي الكميه وتعملي 2 كيلو من اللبن، يعني الكميه اللي انت عايزاها اعمليها حسب عدد افراد الاسره. هصب بقى كل الكميه بقى في الكوبايات بقى بالشكل ده. صبيت بقى عندي كل الكوبايات، ما شاء الله عمل معايا يعني 6 كوبايات 9 كوبايات صغيرين. بقى هحطه بقى في المطبخ في مكان دافي لغايه بقى ما يتمسك معايا. وبعد كده ادخله التلاجة. احنا الجو حر فعشان كده مش مستاهل انا اشغله الفرن. في الشتاء بشغله الفرن واسخن الفرن، يعني بعد كده بحطه في الفرن، يعني بعد ما اسخنه واطفي الفرن. لكن دلوقتي الجو حار فعشان كده احنا سبته في المطبخ يعني لحد ما يتمسك بقى معايا بالشكل ده. وبعد كده هحطه بقى في التلاجة. شايفين شكله قوامه عامل ازاي؟ بطريقه سهله وبسيطه عملنا الزبادي بقى مع بعض. يا ريت بقى عجبك فيديو النهارده تنوري بقى بالاشتراك في القناه بقى، وتسيبي لي كومنت يشجعني عشان اعمل لك افكار بسيطه وعلى قد ايد مع مطبخ التوفير مع ام محمد. طريقه سهله وبسيطه للزبادي.